هلو، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده اعتقد هو هيبقى اهم فيديو بالنسبه لي، لان هو اللي بيشرح الخلاصه بتاعه الكونسبت او الطريقه اللي انا بشتغل بيها في التريدينج. واللي انا بنيت عليها جروس اكس، وقدرنا ان احنا نكون بندرب بيها والسنه ونص اللي فاتوا حوالي 500 متداول. وبفضل ربنا الحمد لله الفيدباك بتاعهم عظيم والريزلتس بتاعتهم اعظم. هتقدروا تشوفوها اوريدي موجود على جروس اكس في الموقع في الجزء بتاع قصص النجاح. انا في حياتي كنت الاول درست علوم. اكيد الناس اعتقد اغلب الناس سمعت اوريدي الستوري. يعني في البدايه درست علوم، بعد كده ابتديت اهتم بالماركتنج والبزنس ومش عارف ايه وانا في الكليه، فابتديت اشتغل في البزنس والماركتنج لحد ما ابتديت اهتم برياده الاعمال. اشتغلت في ستارت اب، عملت البيزنس بتاعي كاريرا، الحمد لله عملنا شغل كويس جدا خلال 4 سنين. كنا اوريدي بنشتغل على تاهيل الطلاب لسوق العمل. الجزء ده كله انا شرحته بالتفصيل قبل كده. ودلوقتي انا وبعديها اوريدي ابتديت اهتم بحته الباسيف انكم، عملت كذا انكم اونلاين، كذا موقع اونلاين، دروب شيبينج، دروب سيرفيسنج، اي كوميرس، عشان اكون بدخل انكم بالدولار. وبعديها ابتديت اكون بتريد. بدايتي في التريدينج كانت زي اغلب الناس، اعتقد هي اغلب الجيرني اللي كلنا بنمر بيها، اللي هو انا دخلت حملت بروكر من البروكرز، لقيت اوريدي الدنيا كويسه جدا، لقيت فلوس طالعه فلوس نازله، قلت خلاص احط كام 100 دولار العب. يمكن انا كمان كنت محظوظه ان انا ما حطيتش فلوس كتير، لا كنت بحط كام 100 دولار. حطيت كام 100 دولار عشان اكون بلعب، لقيت نفسي شهرين ثلاثه عماله اكسب طبعا رافعه ماليه فيوتشر، مش بتداول بعين اساسا، بتداول بالحظ. وكل ده خلاص قلت بس ده انا الكينج بتاع اللعبه دي، انا الكوين بتاع اللعبه دي، ده انا خلاص يعني. بدل ما احط كام 100 دولار احط كام الف دولار. اليوم اللي حطيت فيه كام الف دولار الصفقه قلبت عليا. ابتديت انزل ستوب لوس، انزل ستوب لوس، انزل ستوب لوس لحد ما هوب اتلكوت. دي كانت صدمة بالنسبة لي، جالي بانيك اتاك، دخلت المستشفى. في اليوم ده قررت ادور على، قلت خلاص انا هاخد قرار. لو اللعبة دي مبنية على الجامبلينج، لو اللعبة دي مبنية على الحظ، فانا مش هكون بكمل فيها. انا عشان اكون بكمل في حاجة لازم يكون ليها scientific background، لازم يكون في اخد ريسك، بس ريسك محسوب، لازم يكون في جانب علمي في الموضوع، ويكون الموضوع بزنس، مش داخله العب يعني. فقعدت ادور على الدكاتره العلماء اللي اتكلموا عن التريدينج. لقيت اتنين، بنيامين جراهام وجيمس سيمون. الاتنين هم اللي كونوا فكري في الحته بتاعه التريدينج. ودي كانت بدايه تغيير كل حاجه. فهمت المشكله، ان المشكله مش في اني مش شاطره، المشكله ان انا ما عنديش نظام. كنت بعمل زي ما كل الناس بتعمل، بفتح الشورت، بدور على الصفقه، بحط مؤشر هنا ومؤشر من هناك، بدخل شويه اكسب شويه اخسر. المره الجايه هتبقى احسن، بس المره الجايه كانت تقريبا بتبقى نفس الحاجه. لحد ما اكتشفت ان المتداولين اللي فعلا بيكسبوا مش بيعملوا تحليل اكتر مني، هم بس عندهم نظام خطوات واضحه من اول ما بيفتحوا الشاشه لحد ما بيقفلوا الصفحه. النهارده في الفيديو ده هديك النظام ده بالكامل من الالف للياء، الاربع خطوات اللي لو مشيت عليهم هتبقى متداول مختلف تماما. مش هقول لك هتبقى مليونير لان مش دي الطريقه بتاعتي، ولكن هقول لك هيبقى عندك نظام، ودي اهم حاجه ممكن تكون بتمتلكها في السوق. خلينا نبدأ بالحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها، وهي إن 97% من المتداولين بيخسروا فلوسهم. مش 50، مش 70، ولكن ده 97. ليه؟ هل ال 3% الباقيين أذكى؟ هل عندهم معلومات سرية؟ هل بيشتغلوا في بنوك مثلا؟ لا، هو الفرق الوحيد، وأنا بقولها لك بعد سنين شغل في البيزنس وحوالي 4 سنين في التريدينج. بقول لك إن الفرق الوحيد هو إن ال 3% الباقيين عندهم نظام متكامل، مش مؤشر واحد، مش استراتيجية واحدة. نظام ال 97% مش بيعملوه. 97% بيعملوا ايه؟ بيفتحوا الشارت من غير خطه، بيدوروا على صفقه في 200 عمله او 200 سهم يدويا، بيدخلوا بناء على احساس او مؤشر واحد، مش عارفين هيخسروا اخرهم في الخساره كام لو الصفقه غلط، او اصلا مش بيحطوا حتى ستوب لوس، ولو الستوب لوس اتحط بيحركوا. ده مش تداول، ده قمار، بس بغلاف علمي او بغلاف بيزنس. النظام اللي هقوله لك النهارده بيحل المشكله دي كلها، بيمشيك خطوه بخطوه من اول ما تفتح الشارت، ازاي تكون بتحدد السهم او العمله اللي هتشتغل عليها لحد ما تدخل الصفقه، لحد ما تدخل صفقه تاخد تيك بروفيت او ستوب لوس. قبل ما ادخل في التفاصيل عايزاك تفهم حاجه مهمه جدا، وهي ان التحليل مش هو النظام. التحليل هو ببساطه ان انت بتبص على الشورت وتقول ده هيطلع او ده هينزل.
النظام انك تعرف اصلا فين تدور على الصفقه، ازاي تتاكد ان دي صفقه كويسه، تدخل بكام، امتى تخرج سواء كسبت او خسرت. في جروس اكس وفي السيستم اللي انا بشتغل بيه، اول خطوه اصلا بنبقى بنشتغل بيها هي الرادار بتاعنا، وهي السكرينر اللي بيقول لك ازاي تكون بتلاقي الفرص من وسط الاف الاصول اللي ممكن تكون موجوده. تاني حاجه وهي المرايات اللي احنا بنبص عليها، زي ما قلت قبل كده في 4 مرايات وهنكون بنشرحهم دلوقتي. هما الترند، المومنتم، الفوليوم، الفولاتيليتي، اوكي، وكمان بيزد اون السمارت ماني عشان تتاكد ان الفرصه دي حقيقيه. تالت خطوه هي اداره راس المال عشان تحدد هتدخل بكام بالظبط. رابع خطوه هي اداره المخاطر عشان تعرف تكون ازاي بتحمي فلوسك لو الصفقه قلبت عليك، لان احنا مش مغسلين وضامنين جنه يا جماعه، اكيد في صفقات هتقلب علينا. انت ممكن تبقى شخص متعلم السواقه كويس جدا وبتسوق عربيه وفجاه حد يكسر عليك فتعمل لا قدر الله حادثه، اوكي، يعني في حاجات كتير بتحصل. فكره هتوقف خساره فين، اوكي. فكل خطوه بتتبني على اللي قبلها. مفيش خطوه لوحدها بتشتغل، الاربعه مع بعض هم النظام المتكامل. فخلونا نكون بنبدا بالخطوه الاولانيه وهي السكرينر. اوكي، ازاي نكون بنختار العمله او السهم اللي هنكون بنشتغل عليه. خلونا نكون بفتح لكم الشورت ونشوف مع بعض هنكون بنشتغل مع بعض ازاي. خلوني افتح النوتس مثلا. بسم الله. زي ما قلنا قبل كده ان احنا عندنا اوريدي 4 مرايات. اوكي، ال4 مرايات دول هم الترند، المومنتم، الفوليوم، الفولاتيليتي. اوكي، الهدف بتاع كل حاجه ان احنا نكون بناخد منها معلومات، زي ما انك بتسوق عربيه. اوكي، فانت بتسوق عربيه لازم تبص على ال4 مرايات، صح؟ ما ينفعش تكون بتبص على مرايه واحده، ما ينفعش تبص قدام بس مثلا، ما ينفعش تبص ورا، لازم تكون بتبص على ال4 جوانب، قدام ورا يمين شمال، صح؟ فالترند هدفه ان هو يكون بيدينا القرار عشان نعرف اوريدي الترند هل هو ترند صاعد ولا ترند هابط. المومنتم هدفه ان هو يكون بيورينا احنا فين في السايكل، هل احنا تحت عند الصفر، لان احنا عندنا الماركت بتاعنا مربوط بسايكل، احنا مش شغالين بشكل عشوائي. اوكي، هل احنا فوق عند ال100، لان اول ما بندخل في الزون بتاعت ال80 ده معناه ان احنا ابتدينا نبقى متشبعين شرائيا، او ندخل تحت في الزون بتاعت ال20 ده معناه ان احنا بقينا متشبعين بيعيا. اوكي، الفوليوم هدفه ان هو يورينا حجم التداول اللي موجود دلوقتي، وهل هو السيوله دي جايه من مين، هل هي جايه من مؤسسات ولا جايه من افراد، هل حجم السيوله دي اكتر في الشراء يعني قوه شرائيه اكبر ولا قوه بيعيه اكتر. اوكي، اخر حاجه وهي الفولاتيليتي اللي هدفها ان هي تكون بتورينا مقدار التغير اللي بيحصل في السعر بتاع الاصل المالي. اوكي، انا بشوف ان اهم حاجه في الفولاتيليتي المعلومه اللي احنا بناخدها منها، ان انا على اساسها اصلا بحدد التيك بروفيت والستوب لوس، وممكن في فيديوهات تانيه بعد كده اكون بقول لكم اشمعنى الفولاتيليتي. اوكي، انا بشوف ان دي اصدق حاجه ممكن نكون بنشتغل بيها في الاستراتيجي بتاعت الترند فولوينج. لو انت شغال ترند فولوينج، اصدق حاجه تاخد بيها التيك بروفيت والستوب لوس هي الفولاتيليتي. اوكي، واحنا شغالين اول خطوه في السكرينر لازم اكون بستخدم بصفي الماركت بحاجه من ال4 مرايات دول. اوكي، فانا مثلا هختار ان انا اكون بصفي الماركت وليكن بالترند والمومنتم. ليه؟ لان دي اصدق حاجه، دي اصلا انا باخد القرار كانك بالظبط جاي تسوق عربيه. اوكي، فاول حاجه انت بتيجي تبص عليها وانت جاي بتسوق عربيه بكل بساطه هي اول مرايه بتبص عليها هي المرايه اللي قدامك، صح؟ فعشان كده لازم اول مرايه نكون بنبص عليها هي المرايه اللي قدامنا. فاول مرايه ونقطه الانطلاقه هي الترند، هي اللي بتحدد لي اصلا اذا كنت هطلع بالعربيه ولا لا، صح؟ فعشان كده بالنسبه لي اول مرايه لازم نكون بنبص عليها هي المرايه بتاعه الترند. اوكي، فخلونا نكون بنشوف مع بعض دلوقتي ازاي نكون بنبص على المرايه بتاعه الترند. خلونا نفتح مثلا وليكن الذهب اسمه اكس اي يو، وخلونا ندخل على السكرينر. انا كده فتحت السكرينر. اوكي، اللي هتلاقوه موجود اوريدي على موقع تريدنج فيو. فالستوك سكرين عندنا سكرينرز كل حاجه، ستوك، اي تي اف، بولد، كريبتو كوين، سي اي اكس، دي اي اكس. اوكي، وليكن انا هحلل دلوقتي على البورصه المصريه، فوليكن مثلا هفتح الايجيبشن ماركت ايجي. فعندنا في البورصه المصريه 253 سهم. زي ما اتفقنا احنا طبعا هنا على فكره باي ذا واي انا اقدر اكون بصفي الماركت بحاجات فاندامنتال كمان.
زي الفالويشن، الجروث بتاع الشركه، الدايفيدنس، توزيعات الارباح وهكذا. اوكي، ولكن انا هحلل بناء على التحليل الفني. فانا هاخد الاي ام اي، هو احد المؤشرات اللي هدفها ان هي تكون بتورينا اتجاه الترند، هل احنا ترند صاعد ولا ترند هابط. فانا وليكن هحلل مثلا على فريم الساعه. لو هشتغل على فريم الساعه يبقى انا الاكسكيوشن تايم فريم بتاعي هو فريم الساعه، وباخد كونفirmation من تايم فريم اكبر، وليكن فريم الاربع ساعات مثلا. حلو، فانا هقول مثلا بولش برايس، ان السعر يبقى فوق خط الاي ام اي، يعني السعر كاسر فوق المتوسط السعري، وده معناه ان احنا على ترند صاعد. اوكي، هخليها كمان على تو تايم فريمز، على فريم الساعه وعلى فريم الاربع ساعات، عشان يعني اصعب الدنيا عليها اكتر. حلو، فكده يبقى انا اخترت بلو برايس، وهحلل كمان بناء على المومنتم. اوكي، فهختار الار اس اي، لان هنا في السكرينر احنا للاسف نقدر نكون بنحلل بس بالانديكيتورز البيزك، ما اقدرش اكون بحلل بانديكيتورز شركات عاملاها زي الانديكيتورز اللي احنا هنستخدمها كمان شويه، فلازم اكون بحلل بالانديكيتورز البيزك. هستخدم الار اس اي برضو على فريم الساعه، وهقول له بلو 60. اوكي، اقل من 60، لان تحت 60 احنا لسه ما تشبعناش شرائيا. اوكي، لسه في مساحه. وهحط برضو على فريم الاربع ساعات. حلو، مثلا دلوقتي في البورصه المصريه مفيش فرص موجوده على فريم الساعه. طب لو انا خليتها مثلا هتداول على فريم اكبر شويه، يعني مفيش حاجه بتترند على فريم الساعه وفريم الاربع ساعات. طيب لو خليتها مثلا على فريم الساعه، اوكي، على فريم الاربع ساعات، لو انا هتداول على فريم الاربع ساعات يبقى انا عندي على فريم الاربع ساعات في 150 سهم. حلو، ممكن ازود اخلي التحليل بقى على الفريم الاكبر من الاربع ساعات، وهو مثلا فريم الداي. اوكي، فوليكن هقول له برضو على فريم الوان داي، يبقى انا كده هفتح الصفقه على فريم الاربع ساعات، والكونفirmation تايم فريم بتاعي هو فريم الوان داي. اوكي، هقول له برضو below 60. هحط برضو الاي ام اي على فريم الوان داي. يبقى احنا عندنا 81 سهم جاهزين دلوقتي ان احنا نكون بنتداول عليهم على البورصه المصريه، بيترندوا اوريدي على فريم الاربع ساعات، وكمان على فريم الوان داي، which is صفقه كويسه جدا او فرصه كويسه جدا. مع اول صفقه، اول سهم فيهم مثلا هو سهم عامر جروب. اوكي، انا طبعا لازم هنا دلوقتي لو هبتدي احلل لازم اكون ببتدي احلل على فريم الاربع ساعات، لان ده التايم فريم بتاع الاكسكيوشن بتاعي. يبقى انا كده في السكرينر انا صفيت الماركت بالترند وبالمومنت. اوكي، حاجه افتح صفقه مثلا. اوكي، نبتدي ندخل بقى في ان احنا نفتح صفحه. انا بشوف ان المرايه التانيه بتاعتنا، وهي فكره ان احنا نكون بنصفي الماركت، او نكون بنشوف باربع مرايات: ترند، مومنتم، فوليوم، فولاتيليتي. احنا كده خلاص حددنا السهم، وليكن عامل جروب مثلا. طب تاني خطوه بقى ان انا لازم اكون بفتح صفقه، لازم احدد الاستراتيجي، الكونسبت اللي انا بفكر بيه وانا بفتح الصفقه دي. فوليكن انا هفكر بالكونسبت مثلا بتاع يا سيدي الريفرس. حلو، هشتغل ريفرس. تمام، انا لازم يبقى عندي برضو اربع مؤشرات. فوليكن مثلا هفتح الماك دي عشان يوريني الجزء بتاع الماك دي. في حاجتين: في موفينج افريج وكونفرجنس دايفرجنس، يعني في الحته بتاعه الموفينج افريج، يعني في حته الترند، وفي حته المومنتم كمان. ولكن احنا كمان هنفتح انديكيتور تاني للمومنتم، الا وهو ال 3 جيميناي. لان زي ما قلت لكم لازم يكون عندنا ال 3 جيميناي هو انديكيتور مومنتم، ده المرايه بقى الثانيه بتاعتنا. يعني اول مرايه هي الماك دي، ثاني مرايه هي ال 3 جيميناي، اللي بيورينا المومنتوم بناء على البانك فاند، بناء على حجم التداول القوي اللي جاي من مؤسسات مش من افراد. اوكي، هفتح كمان انديكيتور الرابع وهو الثالث، سوري، وهو اللوكينج للفوليوم. وهنفتح برضو الاوردر بلوك. انا هنا مش محتاجه انديكيتور الفولاتيليتي اللي هو الاي تي ار، لان انا شغاله دلوقتي ريفرس. هحتاج الاي تي ار لو انا هشتغل ترند فولوينج، لكن انا دلوقتي شغاله ريفرس. حلو، هفتح الاوردر بلوك عشان مستويات الدعم والمقاومه. حلو، حلو جدا. لو انا عايز ادخل مثلا، تعالوا نشوف مثلا فين كانت فرصه كويسه. دي مثلا فرصه الشمعه دي. اوكي، هنشوف مثلا، خلونا نبتدي باول مرايه. اول مرايه بنبص عليها هي المرايه بتاعه الناج دي. حلو، هنا في حصل الجولدن كروس بتاعه الناج دي. طب انزل ابص تحت، لا لسه. لو نزلت ابص على ال 3 جيميناي، لسه ال 3 جيميناي كان لسه اخضر وموف. الاشاره بتاعتنا في ال 3 جيميناي ان هو يبقى اصفر واحمر، عشان ده معناها ان في بولش ترند، مومنتوم قوي على جاي من المؤسسات على الفريم الشورت تيرم واللونج تيرم. اوكي، فلسه في النقطه دي ما كانش فيه مومنتم. تمام، اللوكن برضو ما كانش فيه فوليوم. طول ما هنا ما فيش بارز، طول ما هو ما فيش فوليوم.
بمشي اتحرك 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 اتحرك، الشمعة دي ظهر فوليوم على اللوكل اللي هي البار اللبني اللي تحت ده، طلع لي علامة الثور هنا، ال 3 جيميناي باللون الأصفر والأحمر. حلو قوي، يبقى أنا ممكن أكون بدخل في الشمعة دي. حلو قوي، عند سعر كام؟ عند سعر أعتقد 3 أو 81 أو 82. تمام. وهنبيع فين؟ هنبيع عند الديس كروس بتاعة الماج دي. الديس كروس بتاعة الماج دي حصلت هنا عند 94 و9 5 تقريبا 95. حلو، يبقى احنا دخلنا عند تقريبا 81 او 82 وبعنا تقريبا عند 95، اكتر من 10 او اكتر من 12 13 جنيه. حلو. فدي صفقه. تمام. تقدر تكون بتطبق ده بقى على باقي كل الباك تيستنج. يعني انت ممكن تعمل ريبلاي تريدنج، اوكي، وتجرب مثلا الاستراتيجي بتاعت الريفرسال بالطريقه دي. وهي الفكره على فكره مش في الاستراتيجي ولا في الانديكيتورز، هي الفكره في السيستم. اوكي. فدي تاني خطوه، ان احنا خلاص عملنا السكرينر، حطينا الكونسبت اللي هنشتغل بيه، ابتدينا نكون بنشوف الفرصه للدخول. حلو. طب تالت خطوه بقى، الخطوه الثالثه هي ان احنا اوريدي نكون بنشوف اداره راس المال. هدخل بحجم تداول قد ايه؟ انا بشوف دايما ان انت لازم، ما ينفعش تكون بتدخل بفلوسك كلها في صفقه واحده. مهما كنت واثق في الصفقه دي، ما ينفعش تكون بتدخل بفلوسك كلها في صفقه واحده، حتى لو يعني خلاص انت الصفقه دي تبصم عليها بالعشره ان هي صفقه ناجحه. تمام. لازم تكون بتعمل نوع من انواع الدايفرستي، او ان انت تكون بتنوع في راس المال بتاعك. فهتقولي والله يا رانيا، طب انا مثلا بخلي المحفظه بتاعتي فيها 10 اصول ماليه. حلو. عارف المشكله فين؟ ان العشر اصول دول ممكن يبقوا كلهم اصلا بيتحركوا نفس الحركه. حلو. عشان كده في الحته بتاعه اداره راس المال انت لازم تكون بتتاكد من حاجه مهمه، الا وهي الكورليشن، نسبه التطابق. عندنا انديكيتور هنا مثلا اسمه correlation coefficient. حلو. فوانت داخل في سهم جديد لازم تكون بتتاكد ايه نسبه التطابق ما بين السهم اللي انت موجود بيه بالفعل وشاري فيه، اوكي، والسهم الجديد اللي انت داخل فيه. او حتى عمله يا سيدي، حتى لو انت اوريدي تداول فوركس او كريبتو، اوكي، فمثلا وليكن انت ممكن تقارن ما بين طلعت جروب، اوكي، والسولانا مثلا. حلو. وتشوف نسبة التطابق ما بينهم قد ايه. لو نسبة التطابق ما بينهم مثلا، خلينا نشوف دلوقتي، لو نسبة التطابق مثلا قريبة من الواحد، يعني 100%، دي معناها ان نسبة التطابق كبيرة جدا. هنا مثلا كان نسبة التطابق 0.73، يعني 73%. حلو. هنا كانت حاجة و90%. طب دلوقتي في الشمعة اللي احنا داخلين فيها دي، لا دي صفر. طب دي حاجة حلوة قوي. ده معناها ان مفيش تطابق، الاثنين مش بيتحركوا نفس الحركة. لان انت لو داخل في حاجة والاثنين لو العشرة كلهم بيتحركوا نفس الحركة، التطابق ما بينهم واحد، ده معناه ان لو واحدة فيهم نزلت 1%، المحفظة كلها بتاعتك نزلت 10%، لان كأنك حاطط فلوسك بالظبط في حاجة واحدة. حلو. طب اخر خطوه وهي خطوه الريسك مانجمنت، احط الستوب لوس فين؟ انا بشوف لو انت شغال على فريم كبير زي فريم الساعه ولا 4 ساعات، طبعا في ستايلز كتير للستوب لوس، ولكن انا مش عايزه اطول الفيديو ده. اوكي. فاستراتيجي اساسيه ان انت تحطه مثلا تحت مستوى الدعم. حطه تحت مستوى الدعم. لو شغال ترند فولوينج، دي بقى كونسبت مختلف تاني. ممكن تكون بتحط نسبه 1 ل 2، يعني تاخد تيك بروفيت عند 2 اي تي ار وتوقف ستوب لوس عند 1 اي تي ار. ولكن خلينا نثبتها دلوقتي، حطها مثلا تحت مستوى الدعم، دي ما فيهاش مشكله على الفريم اللي انت داخل عليه بالفعل. حلو. يبقى احنا كده 4 خطوات. اول خطوه هي السكرينر، تاني خطوه وهي الصفقه نفسها، الكونسبت اللي احنا هنفكر بيه، والاربع مرايات بتوعنا، وان هم يكونوا مبنيين على السمارت ماني، مش مبنيين على المؤشرات العاديه. يعني انا مثلا باي ذا واي، انا لو جيت دلوقتي بدل ما فتحت ال 3 جيميناي مثلا، فتحت الار اس اي. الار اس اي انديكيتور مومنتم قوي جدا، ولكن انا لو ما فتحتش ال 3 جيميناي ده، فتحت الار اس اي، هتلاقوا فرق شاسع يا جماعه، فرق شاسع، فرق الساعه من العمل. لان الار اس اي بيلقط اشاره كل حركه سعريه بتحصل في الماركت. انتوا شايفين؟ خلينا اشيل لكم المؤشرات دي. شايفين الذبذبه اللي في الار اس اي والفرق ما بينها وما بين ال 3 جيميناي؟ في انسيابيه في ال 3 جيميناي، لان هو مبني على الحركه الحقيقيه اللي جايه من المؤسسات مش من الافراد. لان زي ما قلت دايما وبقول في كل الفيديوهات بتاعتي، احنا عندنا اتنين يا جماعه بيتداولوا، عندنا مؤسسات وعندنا افراد. حلو. المؤسسات هي اللي دايما بتبقى باللون الاحمر على الام سي دي اكس. حلو. والافراد اللي هو احنا، هتلاقوا ان دايما اول ما اللون الاخضر بيبتدي يسيطر، صح يعني، بصوا زحليقه زحليقه لحد ما يبتدي يظهر المؤسسات. هنا حصل جولدن كروس، هتلاقوا السعر بيجري، صح؟ ده هي الجولدن كروس. وهتلاقوا هنا الديس كروس حصل اول ما الافراد ابتدوا يدخلوا.
فده طبيعي جدا. لازم احنا معناش حجم التداول بنفس قوه المؤسسات، حتى لو احنا كلنا حجم التداول على بعض كبير جدا، لكن ستيل المؤسسات اقوى مننا. حلو. فانت لازم تكون بتتداول بناء على الحركه الحقيقيه اللي موجوده في الماركت، وهي حركه المؤسسات مش الافراد. كمان لازم يبقى عندك في الكونسبت بتاع الماني مانجمنت، لازم يبقى عندك كونسبت ان الاهم من ان انت تكون بتعمل مليون في المية هو ان انت تكون بتعمل 1% ديلي. انا عشان كده ما بحبش البيعه بتاعه اللي هو انت مثلا لو جيت اتدربت معانا في جروس اكس هتعمل معرفش كام الف دولار في الشهر، رغم ان الناس اللي خلصت معايا بيعملوا اوريدي ده. اوكي. ولكن انا بحب الناس اللي بدور على الناس اللي عايزه تتعلم، بدور على الناس اللي عندها صبر، عندها استمراريه. اوكي. لان انت 1% دي، لو انت التارجت بتاعك ان انت تعمل 1% دي، تقدر تحول 1000 دولار. اوكي. في 5 سنين لو عملنا عليها كومباوند انترست دي، هتبقى 77 بليون دولار. اوكي. دي ماثماتكس، انا مش بالف. اوكي. بعد اول سنه هتبقى 37,000 دولار، ثاني سنه 1 مليون 400، ثالث سنه 53 مليون، 2 بليون، 77 بليون. اوكي. فاللعبه مش في ان انت تكون بالتارجت ان انت تعمل ارقام خزعبليه، لا، هي اللعبه ان انت تكون بتعمل 1% دي. اوكي. 1% ديلي، ده كان بالنسبه لي التارجت من اول يوم ابتديت اتعلم فيه التريدينج. حتى عشان كده لما بعد كده توجهت ان انا اكون بعمل البوت بتاعي مثلا، كان الهدف الاساسي بالنسبه لي في البوت هو ان البوت يكون بيعمل 1% ديلي، لان انا ممكن في ايام معينه مثلا ما بقاش مش الشخص اللي بيحب يفضل قاعد على الشورت كل يوم، فكنت بدور على حاجه اوتوميت السيستم. لان انا قعدت سنه كامله اول ما سافرت انا كنت قاعد على الشورت كل يوم. اوكي. فكنت عايزه حاجه اوتوميت السيستم عشان يبقى عندي طاقه ان انا اعمل الحاجه اللي بحبها، الا وهي ان انا اكون ببني بزنس. اوكي. فمثلا ده البوت بتاعي حتى البوت نفسه الوين ريت بتاعه 72%. مفيش حاجه ده الوين ريت بتاعه 100%. حلو. حاجه تانية بالعكس، البروفيتس بتاعته كويسه جدا، ده اخر 3 سنين وشغال معايا لايف دلوقتي وعامل شغل كويس جدا. حلو. فاللعبه كلها في الكومباوند، اللعبه كلها في ان انت تكون بتفكر في التفكير التراكمي، مش بس في الفلوس، كل حاجه. وده اصلا السبب اللي احنا عاملين عشانه جروس اكس اكسلريتد، اللي المفروض هيبتدي في شهر 6 ان شاء الله. الراوند اوريدي بتاعت شهر 6، احنا بعنا ما شاء الله 3 راوندز زي جات فولي بوك. الراوند الجديده في شهر 7 باذن الله. ده بروجرام لمده 3 شهور، الناس اوريدي بتشتغل فيه كل يوم، بيراكتسوا مع بعض، بيبقى فيه كورسز. احنا عندنا 21 كورس دلوقتي موجود على الويب سايت. ال 21 كورس دول انا ابصم بالعشره ان هم اقوى حاجه ممكن تكون اتعملت في الجزء بتاع الفلوس في الوطن العربي. لان انا ده ملخص 30 كتاب. انا الكتب بتاعت الفاينانس كلها اللي انا قراتها في حياتي، ده الملخص بتاعها، ملخص كل حاجه انا اوريدي بشرحها في التريدينج. اوكي. خلوني اعمل لكم الموقع بالعربي. ف 21 كورس ده بيبقى من ضمن البروجرام، الناس بتاخد كل حاجه فيه. حلو. برضو الناس بتبراكتس كل يوم، بيبقى فيه اوريدي ويكلي لايف سيشن معايا، بيبقى فيه بودي، يعني كل اتنين بيشتغلوا مع بعض عشان يساعدوا بعض ان هم يعملوا التاسكس. في ديلي ريبورت لازم يتبعت كل يوم. الديلي ريبورت ده طبعا بيبقى يعني بيبقى ليه نظام معين عشان الناس ما تقولش هيأثر على شغلي او كده. ما تقلقوش خالص، ما بيأثرش على الشغل ولا اي حاجه. هو يا دوبك ربع ساعه في اليوم. ولكن هي الفكره بالنسبه لي دايما في الكونسيستنسي. انا عشان كده عملت السيستم ده، السيستم اللي انا بطبقه مع الناس هنا في تيرا في بالي، واللي شفت الناس فيه بسببه اوريدي بيعملوا الاف الدولارز. يعني انا الراوند اللي فاتت تاني زودت الانكم بتاعها 10,000 دولار في الحته بتاعت رياده الاعمال. الراوند دي معايا باتريسيا عملت 5000 دولار في 4 اسابيع، برضو بسبب الجي جي اي سيستم. فعشان كده ده بالظبط نفس اللي انا هكون بعمله في الحته بتاعت التريدنج، ثم في الحته بتاعت رياده الاعمال، ثم في الحته بتاعت الكارير والباسيف انكم. فاشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ولو عايزين اي حاجه تانية نكون بنتكلم عليها يعني بشكل مخصص، فاتمنى ان انتم تكونوا تشاركوني رايكم.